عايزه اعرف بقى يا دكتور، عمليات التجميل بتخسس فعلا؟ في نوعين من السمنه. في حاجه اسمها السمنه العامه، اللي هو واحد يبقى جاي لي وزنه كله زياده. في حاجه اسمها معامل السمنه. معامل السمنه ده بيتحسب ليه حسبه معينه كده. لو معامل السمنه ده اكتر من 30% يبقى ده عنده سمنه مفرطه. ده ما دكتور التجميل مش اختصاصه، ما يقدرش يعمل له حاجه. اما يجي لي حد كده بقول له لا، انت تروح وزنك ده لازم يقل في الاول. طب وزنك ده هيقل ازاي؟ في كذا حاجه، يا اما دايت ورياضه. تمام، لو انت عندك صبر ومش عايز تعمل عمليات، او لو عايز حاجه اسرع شويه يبقى الحاجات بتاعت السمنه، عمليات السمنه، ودي اللي بيعملها بتاع جراحه عامه زي ما قلت لك، مناظير وجهاز هضمي. تمام. وزنه ينزل، نبتدي بقى ايه، نظبط. لو عنده جلد مترهل نبتدي نشده او كده. او في حاجه اسمها السمنه الموضعيه، دي اللي احنا ممكن نشتغل عليها. السمنه الموضعيه يعني ايه؟ يعني واحده جايه لي جسمها كله سليم والدنيا مظبوطه، بس عندها منطقه البطن والاجناب فيها دهون زياده. دي بقى بتيجي بسبب الخلفه بقى والعمليات القيصريه من الخلفه او توزيع الدهون عندها في الجسم، هي طبيعه جسمها كده. تمام، فهي منطقه معينه، لا دي ممكن اشفطها. واحده عندها جسمها كله مثلا من فوق رفيع وعندها منطقه الافخاذ مليانه، لا ممكن اشفط لها منطقه الافخاذ. واحده عندها دراعاتها مليانه وباينه في الهدوم انها دراعاتها تخينه، ممكن اشفط. طالما منطقه واحده نقدر نتعامل فيها. لكن واحد هيجي لي يقول لي اشفط لي جسمي كله، ما تقدرش. لا ما ينفعش. عشان الشفط بتاع الدهون بيأثر على الديناميكية بتاعت السوائل في الجسم، وبيأثر على الدم، سريان الدم في الجسم. الواحد لو شفط كمية دهون كبيرة، في ناس ممكن تشفط كميات، يعني بنسمع أرقام غريبة، يعني دي ممكن سبب وفاة، تودي بحياة الواحد، عشان بيأثر على الدم. تلاقي الهيموجلوبين قال أكنه واحد ايه، نزف نزيف حتى الموت. انت خليته فقط كل الفيتامينات اللي في جسمه. الدم الدهون اللي بتشفطها الكتيره دي بيخرج معاها نسبه دم. فانت اما تشفط كميه دهون كبيره هيتفقد معاها كميه دم كبيره، اكن واحد دخل في نزيف لحد ما مات. لا طبعا. فهو لازم انت مقيد بكميه دهون معينه تشفطها عشان يبقى المريض آمن.